أهلا يا أصحابي، ودلوقتي معادنا مع حكاية جديدة من حكايات نون. تعالوا النهاردة يا أصحابي نكمل سوا رحلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنتكلم النهاردة أكتر عن حياته في البداية مع السيدة حليمة السعدية. كان من عادة العرب زمان إن هم لما الطفل بيتولد بيودوه البادية أو الصحراء عشان يتربى هناك ويتعلم الكلام الفصيح ويبقى قوي وشجاع. فكانت الأم لما تخلف تبعت طفلها لست مرضعة من البادية ترضعه وتربيه شوية وبعد كده ترجعه لمامته تاني. وفي السنة دي يا أصحابي حصلت أيام صعبة جدا في بادية بني سعد. المطر منزلش من شهور والأرض كانت ناشفة جدا والغنم بقى ضعيف وهزيل. وساعتها خرجت مجموعة من سيدات بني سعد، وكل واحدة فيهم نفسها تلاقي طفل من بيت غني ترضعه عشان تاخد فلوس تساعد بيها بيتها بعد الخسائر اللي حصلت من قلة المطر. وكان من ضمنهم ست طيبة اسمها حليمة السعدية، طلعت تدور معاهم على طفل، بس كانت راكبة على حمار ضعيف جدا ما كانتش قادرة تمشي بيه غير ببطء شديد. وبسبب كده كل السيدات وصلوا مكة قبلها، وكل واحدة أخذت طفل من بيت غني. والنبي صلى الله عليه وسلم اتعرض عليهم كلهم، لكن رفضوا ان هم ياخدوه عشان كان يتيم، وكانوا بيقولوا مين هيدينا فلوس أو هدايا لو أخدناه. وأخيرا وصلت حليمة لمكة بعد تعب ومشوار طويل، وما لقتش غير الطفل اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم. في الأول رفضت إن هي تاخده وقالت هو يتيم ومش هلاقي اللي يدفع لي لو أخدته. في الوقت ده كانت حليمة شايلة ابنها الصغير بتحاول إنها ترضعه، لكن صدرها ما كانش فيه إلا لبن قليل قوي عشان جسمها تعب من الجفاف وكمان من طول الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان محتاج إنه يرضع، لأنه مرضعش غير مرة واحدة من ثويبة خادمة عمه أبي لهب. وبعد تفكير رجعت حليمة وقالت خلاص أنا هاخده، يمكن يكون فيه بركة. وما كانتش تعرف إنها هترضع أعظم طفل في الكون كله. أخذت حليمة الطفل اليتيم المبارك محمد صلى الله عليه وسلم، ولما رجعت قالت لزوجها أنا هاخده، يمكن يكون فيه خير وبركة. ووافق زوجها لأنه ما كانش عايزها ترجع من غير طفل. وأول ما حطت النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها اللبن زاد جدا، ورضع النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما شبع، وبعده ابنها رضع هو كمان وشبع. جوزها قام على الناقة اللي معاهم ولقى ضرعها بقى مليان لبن بعد ما كانش فيه ولا نقطة، حلب منها وشرب هو وحليمة وشبعوا هما كمان. وجوزها قال في الوقت ده يا حليمة احنا أخدنا طفل مبارك. ولما جه وقت الرجوع للبادية قامت حليمة تركب حمارتها الضعيفة، لكن المرة دي لقت الحمارة بقت قوية جدا وسريعة بعد ما كانت بطيئة وتعبانة. والسيدات اللي كانوا راجعين معاها اتعجبوا جدا وقالوا لها ايه اللي حصل للحمارة بتاعتك يا حليمة؟ قالت لهم أنا شايلة غلام مبارك. ورجعت حليمة إلى بادية بني سعد معاها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولسه البلد زي ما هي بتعاني من الجفاف. وكانت حليمة بتخرج بأغنامها تدور عن المرعى أو أكل للأغنام وترجع والأغنام بتاعتها شبعانة، وباقي الناس في القبيلة الأغنام بتاعتهم بترجع جعانة. وكان أهل البادية مستغربين وبيقولوا لبعض خلوا غنمكم تمشي ورا غنم حليمة يمكن تشبع زيها. فكانوا يروحوا معاها لنفس المكان، بس لما يرجعوا يلاقوا غنم حليمة شبعان ومليان وغنمهم هو لسه جعان زي ما هو. بس لما المطر نزل وخرج الزرع ظهرت البركة بقى في كل مكان، ودي كانت بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المكان. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكبر بسرعة كبيرة، في يوم واحد كان يكبر قد ما الطفل العادي يكبر في شهر، وفي شهر واحد كان يكبر قد ما الطفل العادي يكبر في سنة. ولما بقى عنده سنتين أخدته حليمة لمكة عشان ترجعه لمامته آمنة، وكانت حزينة جدا مش عايزة تفرقه، وقالت لأمه آمنة أنا ما شفتش صبي زيه في البركة. وقالت لها كمان أنا خايفة عليه من الأمراض اللي في مكة، وسيبيه معايا سنة كمان وبعدها هرجعهولك. وبعد إلحاح من حليمة وافقت أمه آمنة، ورجعت حليمة بالطفل المبارك للبادية وهي كانت في قمة السعادة. وبكده يا أصحابي نكون خلصنا الفترة الأولى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة حليمة. استنوا الفيديو الجاي عشان هنتكلم عن حاجة غريبة قوي حصلت معي في طفولته. لو عجبتكم الحدوتة اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل حكاياتنا ومغامراتنا. باي باي يا أصحابي.